عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتي من قناة حفيظة بيوتي. البنات هنايا راح نشارك معاكم ولا راح نبارطاجي معاكم فيديو، يعني ماشي كما الفيديوهات السابقة. هذا الفيديو جديد وكنتوا طلبتوه بزاف مني، وشحال من وحده كومونتيت لي وقالت لي شاركينا الجهاز تاعك. انا دوكا البنات برك هذه الفتره اللي بديت نجهز فيها، يعني هذا وين برك بديت نجهز، يعني بديت بصوالح تاع الشتا. الجهاز هنا البنات راح نديكم جولة في المحلات، بيان سور راح نشارك معكم الاسعار، راح نعطيكم افكار بواش تبداو، اللي يكون عرسها في الشتاء ولا عرسها في الصيف بواش راح تبداي، الصوالح اللي تبداي بيهم. يعني هذا الفيديو معمر بالافكار. انا هنايا مادامني راني في فصل الشتاء، الوغ الفرصة اغتنمت الفرصة باش ندي صوالح تاع الشتاء. انا هذه اول فاليزه راح نعمرها معكم، يعني اول خطوه راح نبدا فيها بسم الله، يعني على بركه الله راح نبدا نجهز. يعني هذه اول فيديو، اول مشتريات كنت شريتهم، بغض النظر على صوالح يعني كنت شريتهم من قبل في المناسبات، يعني كي تكون عندي مناسبه، دار ناس يحيجوني في المهيبه ولا نشري ونخبي في تخوسو. مي انا باش نبدا خطوه تاع جهاز بديتها يعني من اليوم، يعني من هذا الفيديو بديت يعني نجهز وما نشرح نحبس ان شاء الله باذن الله. سختي اللي يكون العرس تاعهم في الصيف، يعني هذه الفتره تاع الشتاء هذه اخر شتاء، وهذه فرصه تاع الشتاء لازم تغتنموا فيها. وشنو ما تشروش صوالح اللي نقولوا تركزوا بزاف ولا تبازيو بزاف على صوالح تاع الشتاء، نو. هنا راح ندي برك حوايج خفاف تاع الشتاء، لانه انا العرس ديالي في الصيف. حبيت ندي برك صوالح هكا خفاف تاع الشتاء. يعني بيان سور الشتا الجاي راح تدخل موديلات اخرى، سما ما نكتروش باش ما ندموش عليهم ونشرو موديل جدد ان شاء الله. البنات من هذا الفيديو راح نبدا نشارك معكم سلسله زهاجي كامله باذن الله، ونكون فتكم سورتو اللي راهم مخطوبات ولا راح يعني يعرسوا والعرس تاعهم قريب، نعطي لكم يعني افكار. كما شفتوا هنا حبيباتي راني درت بكم تقريبا كامل المحلات، صورت لكم كامل لي موديل. يعني راني صورت لكم في كل محل ندخل ليه نشري من عنده نصور لكم. اول حاجه بديت بها، انا بديت هنا بصوالح تاع اللبسه، يعني الجهاز تاع القش الفراش، يعني كما نقولوا حنايا الخمله، لي بارول دو دغا، الزرابه اكسيتيرا. هادوما كامل مازال ما بديتش فيهم، هادوك مازال يعني هادوك كاين فيكسيلادات انا نشريهم ديريكتومون بضربه واحده، بغض النظر على الشهرات ولا البارول دو دغا اللي راح نخيطهم ثاني نشاركهم معكم. كما شفتوا هنايا كنت رحت للمحلات ووصلت للدار وحطيت كامل القضيه اللي كنت شريته، كامل المشتريات اللي كنت شريتهم. شريت ثاني البنات شويه تاع الماعن، ثاني نبارطاجيه معكم، مي مش في هذا الفيديو. هذا الفيديو راهو سبيسيال للفاليزه الاولى اللي راح يعني اللي راح نعمرها في زهاجي. هذه الفاليزه الاولى باذن الله. شوفوا كنت اول حاجه شريتها هاد لا فاليز اللي راكم تشوفوا فيها. شريت انا، شوفوا لقيت الحجم المتوسط ولقيت الكبير والصغير، انا خيرت ندي الحجم المتوسط وشريت معها المالات تاعها في الحجم الصغير. ثاني راح نوري لكم واش تخبيو فيها. لا فاليز هنا البنات كنت شريتهم في زوج هادوما مع بعضهم ب500 ألف، يعني بالمساعده. فريمون هاد الفاليزه لا مارك تاعها بزاف شابه، يعني قد ما تديروا فيها القشف وتخبطوها تطيح يعني مش راح تفسد معاكم كامل. انا عجبتني انه الكاليتي تاعها بزاف شابه. هنا فتحتها لكم من الداخل باش تشوفوها كيفاش دايره، يعني فريمون كبيره بزاف الله يبارك. انا يعني هذا الحجم برك المتوسط يعني كانت اكفاتني. وثاني البنات الفاليزات يعني علاش تدو كامل سيري، واش راح ديروا بهم من بعد كي يوصل العرس ديالك؟ بيان سور راح تكري الفاليزات هذوما تاع العرايس يجوا سيري واحد كامل، حسب المقدور تاعك تكري 5 6، كاين حتى اللي تكري 8، يعني انتي والزهاج تاعك.
هذه هي لا فاليز تاعي البنات. وهذوما الاواني حشاركهم معكم في البارتي دوزيام تاع اواني رمضان. ملاحظه برك هنا، هاد الاواني البنات كنت شريتهم ليا انا باش نديهم معايا في داري، مي حبيت ثاني ندخلهم مع الاواني تاع رمضان. نحطوا هنا القضيان كامل تاع رمضان، يعني صوالح اللي كنت شريتهم من رمضان نحطهم بجهه في البارتي ثاني ان شاء الله راح نبارطاجيهم معكم. نبداو برك هنا بالصوالح تاع الجهاز اللي كنت شريتهم كما شفتوا. نبداو باول ساشيه نفتحها معاكم. كنت شريت هذا سورتي با، يعني بزاف شابين البنات، الكاليتي تاعهم بزاف شابه. كنت شريت ليا وللزوج ديالي. شوفوا كاين اللي يجوا في باطه واحده، يعني زوج مع بعضهم، يعني تاع الزوج والزوجه في باطه واحده. انا ما عجبونيش هذوك البنات، الكاليتي تاعهم بزاف ناقصه. كي شريتهم كل واحد وحده فريمون صح جاوني غاليين، مي الكاليتي بزاف شابه. يعني كي تشري حاجه غاليه وشابه احسن ما تشريهم رخاص وماشي شابين. كنت شريت انايا لا مارك فيكتوريا كيما شفتوهم، يعني جو سامبل ماشي بالدونتيل ولا بالعقاش، انا ما نحبش هذاك التغنجيق. جبت حاجه سامبل ما ننصحكم بهم. كيما قلت لكم الكاليتي تاعهم شابه. جبت دو كولير، جبت ليا في الغوز وللزوج جبت له في البيج شويه فونسي. السعر تاعهم البنات ب 1300، يعني 650 للوحده، بالمساعده 1200. يعني كي تكوني تزهجي عليه وتشري عليه بزاف صوالح راح يساعدك بيان سور. كما قلت لكم يعني حاجه شابه وغاليه ماشي خساره. هنايا البنات راني فتحت معاكم باش تشوفوا لي الكاليتي تاعهم. يجوا فيهم بيان سور 3 بياس. وهنايا راح نفتح معاكم الساشيه الدوزيام اللي هي عباره على البيجامات اللي كنت شريتهم. نبداو بالبيجاما هذه الاولى كما شفتوا شريتها في هذا الكولير، جاي كولير تاعها فونسي برك. هنا راهي ماهيش باينه في الكاميرا، راني نحاول نقدم لكم فيها باش تشوفوا لي الكولير تاعها بزاف شابه، وتجي يعني ما خشينه بزاف ما رقيقه بزاف. تقدروا يعني ثاني تلبسوها في الربيع. كما قلت لكم انا صوالح الشتاء مانيش راح نكثر لانه العرس تاعي في الصيف ان شاء الله. ثاني تكون شريت هذه البيجاما تاع شومبرا كما شفتوها في الفير، جاي تريكو تاعها كوبي كما شفتوا. ثاني البري تاعها في المتناول، شريتها ب90,000. نجوزو لهذه البيجاما شريتها حمراء. ثاني هذه شويه البنات خشينه، هذه تاع الشتاء كما شفتوا بالسروال تاعها جاي طويل وفي هذه القبضه اللي تجي من تحت، انا نحب هذه النوعيه. ثاني تكون شريتها 170 مع البيجاما الاخرى ثاني 170. نجوزو هنا للبيجاما هذه اللي جايه خشينه بزاف. شريتها في اللون النوار. هذا الموديل داروا به حاله في لي غيزو، راهي توندونس هذا الشتاء. ثاني تكون شريتها في الكولير نوار بالسعر 220,000 كما راكم تشوفوا. عجبتني انا بزاف البنات، يعني ننصحكم بها. انا كنت ديت وحده برك باسكو كما قلت لكم مانيش مبازيه على صوالح تاع الشتاء. بالنسبه للانصومبل هنا كنت شريت وحده برك باسكو عندي وحده من قبل في اللون النوار. جبت انا هذه وحده في الفير. كما قلت لكم راني نركز على الكاليتي، هذو الكاليتي بزاف شابه، يعني ما مش راح يطلقوا ما تغسلوهم ما تستعملوهم ما مش راح يطلقوا. على ذاك البري تاعهم غالي. كنت شريتها ب 400,000. اللون الفير هذا عجبني بزاف البنات لانه ما عنديش الفير. باش ننصحكم البنات بالالوان باش ما تغلطوش وكامل. لازم اي حاجه تشروها تصوروها في الهاتف تاعكم باش الخطره جايه كي تكونوا حتزيدوا تشرو باش ما تغلطوش في الكولارات. بالنسبه لهذا التريكوات اللي جو كوبي كنت شريت زوج صيف وواحد تاع الشتاء. كما شفتوا هذا الكري شريته ب 170,000 يجي كوبي وجي خشين. ثاني تاع هذا الغوج تاع الصيف شريته 90,000 ثاني يجي كوبي. وهذا النوار ثاني البنات كنت شريته 120,000 ثاني تاع الصيف. نجوزو هنا الاكسسوارات تاع الشعر اللي كانوا كامل جاوني ب 180,000. شريت هذا البوندو مع الصوالح تاع هذوك اللي يجوا في اليدين ما على باليش كيسموهم. شريت ثاني هذا السيورتات ثاني بزاف شابه. ما على باليش الوحده البري تاعنا خلصتهم كامل مع بعضهم. هذيك البوندو نستعملها سورتو كي نكون ندير في ماسك ولا ندير في مايك اب، نحب ندير هذا لي بوندو. ثاني الشوشوات كنت شريت واحد في الغوز واحد في النوار. ما نكثرش بزاف هذو الصوالح البنات لانه الحوانت ما مش راح يتسكروا. نشري حوايج هكا خفاف من بعدا كي يدخلوا دي موديل نزيد نعاود نشري. شريت ثاني هذاك المساك نديرو عندي بزاف صوالح هكا تاع قضيفه سواري. ثاني شريته في النوار لانه النوار يتماشى لي مع بزاف حوايج. شريت ثاني هذا الشوشوات لي كيوت كل وحده والستيل تاعها في الاكسسوارات. انا وريت لكم واش نحب وواش ما نحبش. شريت ثاني هذا التقاشر تاع فيكتوريا
من بعد راح نزيد معاهم برك زوج. انا منحبش تقاشر بزاف، نلبسهم غير فتره معينه في فصل الشتاء، ما نلبسهمش بزاف. نجوزو هنايا للساشيه الرابعه ولا ثالثه ما على باليش. راح نفتحها معاكم اللي فيها البيجامات اللي جايين تاع الصيف ثانيت. مي هذوك كنت شريتهم لقيتهم يعني برومو وحبيت نشريهم. ماشي شرط انه رانا في فصل الشتاء نشرو كلش تاع فصل الشتاء، حاجه نلقاوها برومو نشروها. شريت زوج تاع الساتان، البنات ننصحكم تاع الساتان لازم تدوهم معاكم. شريت وحده في الكورونا كما شفتوها، وحده تاع فيكتوريا في البيضاء. في زوج كنت شريتهم ب 250 تاع الساتا ب 100,000 وتاع فيكتوريا البيضاء ب 150. شريت هذه جايه تاع خريف تاع ربيع، يعني تاع جو يعني معتدل. ثانيت في الكولار غوز بالقفله كما شفتوا، راني شريت 3 هكا تاع القفله. ثانيت كامل البنات الكاليتي تاعهم شابه. انا دائما كما قلت لكم انبازي على الكاليتي. بالنسبه للملابس تاع الشمبره كنت شريت ثاني صوالح هكا خاصيني. راح ندير لكم قائمه في اخر الفيديو، راح نوريكم شحال تدو من ملابس اللي تحتاجوهم لداخل في الشمبره ولا ملابس داخليه. نكتبها لكم هذه القائمه، يعني كتبتها انا بيديا وانا طبقتها باسكو البنات كاين اللي ما تعرفش تدي وكاين اللي تكتر، كاين اللي ما تكتبش، كاين اللي تكتر الالوان. شوفوا انا هنا راح نوري لكم يعني بالكولارات اللي ديتهم كلش، راح نوريها لكم يعني كتيبه لانه ما نقدرش نشارك معكم الملابس الداخليه. بالنسبه للاحذيه راح نوري لكم برك صوالح اللي راني شريتهم والاحذيه تاع فصل الشتاء. يعني مازال ما شريتش صوالح تاع العرايس ولا تاع التصديره تاع الملايه، هذوك كامل مازال ما شريتهمش. كل حاجه نشريها راح نشاركها معكم. كما قلت لكم هذا برك اول فيديو. كنت شريت هذيك البنتوفه النوار اللي تجي مفتوحه من القدام، وشريت هذه البنتوفه في الجري تجي مغلوقه. شريت وحده هكا ستيل سامبل، وحده هكا تجي مرسومه. ثاني كنت شريتهم في زوج ب 220. بالنسبه لهذا الانصومبل تاع الشتاء البنات اللي كنت وريته لكم في الانيفرسير تاعي كان جابه لي الزوج. شريت له هذا البليغه جايه هكا تاع ريش اسورتي معاه. ثاني في الموتيف تاع القلب. كنت شريتها 100,000. يعني شريت زوج، وحده بيضاء وحده نوار في زوج 200,000، هي للوحده 120. هذو هما المشتريات تاعي اللي راح نخبيهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. هنايا راح نجيب الفاليزه هذه اللي كنت شريتها وراح نخبي فيها. هنا البنات انا راح نخبي عشوائيا. نبدا بالصوالح هذوما تاع الشتاء، مانيش راح نركز مليح على التطباق وكاع. سما كي يكون قريب العرس هكا راح نطبق معكم كامل زهاجي. راح نوريكم كيف الطريقه يعني كيفاش تطبقوا البيجامات تاعكم هكا باش ما يدولكمش المساحه وديكوريهم بالحشائتو. سما هذا الفيديو راح نوري لكم برك الزهاج تاعي، مش راح نوري لكم الطريقه كيفاش تطبقوه. بالنسبه للجبب تاع القاذفه كنت شريت هذه الكورونا جايه ستيل حوته، يعني محروجه هكا كامل بالبيير وكاع ستيل قفطان هكذا البنات بالسانتوره تاعها. كنت شريتها 850. هذه البنات شريتها عندي شحال مام. هذه كنت شريتها في المناسبه، كان من المناسبات اللي كانوا جاوني. شريتها ب 350 في اللون البلو. وشريت هذه في اللون النوار ثاني ب 300,000 بالبياغ باردو البنات. هذه كنت خيطتها ماشي شريتها، خيطتها ب 300,000 ثاني. انا وريتها الموديل وهي خدمتها لي. وكنت خبيتهم هنايا مع القش تاع الشتاء. هنايا الجهه هذه راح ندير فيها البلايغ كما شفتوا. يعني شوفوا لي سباس بزاف فيها، تلمو راهي في الحجم المتوسط وكفات لي كامل هذا القش. فحفحت هنا الفاليزه تاعي وسكرتها كامل كما شفتوا. وراح نوري لكم هنايا المالات هذه وفي واش استغليتها. انا دوكا هنا البنات راني نخبي وصاي سما هاد الاكسسوارات كامل خبيتهم في هاد المالات الصغيره. ولا بروشين فوا ان شاء الله كي نكون نطبق معاكم في الزهاج وكاع هاد الفاليزه ان شاء الله راح نستغلها في الفاليزه تاع ليله العمر ونشارك معاكم كامل واش تدي العروسه باذن الله. ان شاء الله راح نوري لكم كامل الافكار اللي نقدر نساعدكم فيهم. وكنت زدت فيها ثاني اكسسوارات اللي كنت شريتهم من قبل كيما هذيك البوندو كيما هذوك اللي كخاب. يعني هذوما شريتهم من قبل ثاني درتهم في هذه المالات وفحفحتها ثاني وسكرتها. وهذا مكان دوكا البنات راح نوري لكم القائمه اللي كنت كتبتها انايا. راح نتقيد بهذه القائمه البنات باش ما تتلفليش وما نكررش الحوايج اللي
يعني ما نكررش الحاجه نكون شريتها زوج خطرات. هنا نوري لكم انا هذه القائمه تاع الشتا، لانه انا بديت اول حاجه كما بديت نجهز بديت بالصوالح تاع الشتا كما قلت لكم. يعني هذا اول فيديو تاع الزهاج شاركت معكم الصوالح تاع الشتا. هنا كما راكم تشوفوا البيجامات، يعني كي نقول لكم 7 بيجامات تاع الشتا يعني ماشي كامل البيجامات تاع الدار، يعني كاين منهم لونسومبل وكاين منهم البيجامات تاع الشومبرا. فهمتوني البنات؟ هذه القائمه ان شاء الله راح نتقيد بها. بالنسبه للاحذيه كاين بنتوفات تاع الشتا، انا ديت زوج كما شفتوهم. لي باسكيت مازالين نشري نوار وبيضاء، انتم تحبوا الالوان اللي تحبوهم. بالنسبه للقوداس كاين هذوك القصار البنات، كاين مع السيكان تاعهم بزاف شابين. ثانيت انا نشري واحد قصير وكاين ثانيت الطوال، يعني بالنسبه لي دايره السر. بالنسبه للحجابات العبايه والملايه هذو باينين وتدوا على حسب المقدور تاعكم. الحجابات انا ندير حجابات شرعيه، درت زوج تاع الشتاء وتاع الصيف زوج. دوكا نبدا بتاع الشتاء نشريهم ومن بعدها نجوزو لتاع الصيف. بالنسبه للجوارب انا كما قلت لكم راح ندير 3، شريت وحده مازالوا لي زوج، وانتم تدوا وكما واش تحبوا يعني على حسب المقدور تاعكم ولا واش تحبوا تلبسوهم. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نشارك معكم ملابس تاع الصيف القائمه تاعهم كامل، ونشارك معكم كذلك الفراش واش تدو كامل. لهنا البنات وصلنا لنهايه لا فيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتار، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات جديده، والى اللقاء.